مستني دوري. اسمع يا عم صلاح، انا ما ينفعش معايا الشغل ده. في ايه تاني يا دولة؟ عدتك عندك واليومية مش عاجباني وانا مديها الشغل ده تاني. اللي يعجبك يا صاحبي، ألف من يشتغل. انت هتجرفني كل فرح كده. خلاص يا علي، فات على موت امك 4 شهور. مش قادر انسى انها ماتت زعلانه بسبب. ده عمار يا صاحبي، انت مالكش ذنب. المهم ما تنساش الفرح اللي قلت لك عليه بكره. يعني انت ما لقيتليش الا الشغلانه دي يا صلاح؟ وماله يا صاحبي، اكل العيش ما فيهوش عيب. المهم انك ما تتاخرش بكره. ربنا يسهل يا صلاح. مالك يا علي؟ من ساعة ما جيت وانت في حاجة شغلاك. مالك مش على بعضك ليه؟ بص يا خالي، انا نازل شغل من بكره شغل ايه؟ شغل افراح. هلبس غوريلا في الافراح. طب وماله؟ مش عيب؟ هو ايوه الشغل مش عيب وكل حاجه، بس انا مخبي الموضوع عن ابويا. ليه مخبي على ابوك ليه؟ عشان انت فاهمني، لكن ابويا يمكن مش هيفهمني زيك يا خالي. بعد التعليم والجامعة يا علي؟ دي فرصه وانا مش هستنى الوظيفه تاني. انا بقالي كتير مستني وظيفه ومفيش حاجه جت. الشهر بيعدي علينا بالعافيه ومعاش ابويا ما بيكفيش. الشغل مش عيب يا علي، بس العيب والغلط انك تخبي عن ابوك. انا مستنى الوقت الصح. في الوقت الصح لما اقف على رجلي صح هقدر اقول له انا مطمن. اسمعني كويس، الشغل مش عيب مادام بالحلال، بس اول ما تقف على رجلك تقول لابوك. شكرا يا خالي، كنت محتاج اسمع الكلام ده من بدري وكنت قلقان ومتردد. ربنا يوفقك ويعينك. العمدة بيقول الثبات على المادة، الثبات على المادة. بنصبح ومس على فرحة النهارده. ايه يا عم اتأخرت ليه؟ الفرح قرب يا اخي. معلش ما كنتش راغب مواصلات. طب الحق البس بسرعة. يلا يا صاحبي اجهز، ربنا يوفقك. انا خايف يا صلاح. خايف؟ يا عم ما تقلقش، ده انت الكينج يا عم. كينج مين يا عم؟ ما خلاص ده راحت عليا من زمان. هي اول مرة كده، بس بعد كده هتتعود. على الله. يعني الجزرين ملوك الجمعة الحمراء، يعني الجزرين ملوك الجمعة الحمراء. حبايبي وعزوتي يشيلوني في قسوتي، ومعايا الفرح معايا وفي احزاني ويايا، ومعايا الفرح معايا. بص اللي لابسه الغوريلا دي، بص اللي لابسه الغوريلا. يا عم ربنا يكرم لما يفرح العيال. بص العالم ما تعمل لها. استنى لما اصوره كده. شايفين العالم ما تعمل لها. بص كده ها، استنى انا هصوره واوريك تاني. يا اخي سيبه، ده عامل جو الفرح صدقني، خليه في حاله. بالله عليك ده راجل؟ دي شغلانه، ده اساسا دي شغلانه عيال. ما دام بالحلال يا صاحبي يبقى ملوش لازمه الكلام ده، سيبه ربنا يرزقه. هو ده راجل؟ يا عم مش احسن من اللي ما بيشتغلش وبياخد مصروفه من امه وابوه؟ قصدك ايه بالكلام ده؟ قصدك ايه يعني؟ اللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك. ياللي بتسأل بتأمن انا عامل ايه؟ الله ينور يا صاحبي، الله ينور يا معلم. عليك يا معلم. ايه مالك؟ العيال بهدلونا يا صلاح، العيال الصغيره جو. يا جدع دول بيهزروا معاك. هزارهم هزار بايخ وماسخ.
امسك يا صاحبي، ادي 500 جنيه. ما تنساش حنة بكره. انا مش عايز اجي الشغلانه دي تاني يا صلاح، انا تعبت وزهقت منها. ليه بس يا علي؟ ما انا قلت لك شوف لي شغلانه غير دي يا اخي. انت فنان يا علي وبتسعد الناس. يعني هي دي اخرة التعليم اللي اتعلمته يا صلاح؟ البس غوريلا في الافراح؟ يا عم هو في حد دلوقتي شغال بشهادته يا صاحبي؟ قلت لك يا اخي، قلت لك شوف لي شغلانه غير دي. معلش، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. يلا بينا عشان اوصلك وما تنساش فرح بكره. لا ده انا عايزك تطمن اخوك على اليمين. انا مش عارف شاغل بالك او كده ليه. مساء الخير يابا. انت جيت على يا ابني؟ جيت يابا. جبت معاك عيش ولا نسيت؟ ما لقيتش، الفرن كان جاف. واخبار شغلك الجديد في المسرح ايه؟ اهو الحمد لله يعني. هو انت قلت لي شغلك ايه في المسرح يا علي؟ بنضف الهدوم بتاع الممثلين وكده يعني. مالك يا ابني؟ في حاجة ولا ايه؟ لا بس تعبت النهارده شويه من الشغل. طب اقوم اشوف لك حاجة تاكلها؟ لا كنت في الفرح. فرح؟ فرح مين؟ قصد المسرح، ابو قصد المسرح معلش. طب سيبني شويه عشان انا تعبان النهارده، هدخل اعمل كوبايه شاي. بعد اذنك. طب سلامتك يا ابني، ربنا يعينك. ايه تعليقات الزباله دي؟ يا دي المرار. أنا مش غوريلا، أنا واحد كان عنده حلم. أنا مش غوريلا، خلاص مش قادر استحمل. قالولي استني دورك وهو العمر بيعدي. انسى الحلم برورك، خلاص الحلم متغطي. أنا مش غوريلا. مش غوريلا، أنا واحد كان عنده حلم. أنا مش غوريلا، خلاص مش قادر استحمل.